يقول صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب: نظر يزيد بن معاوية إلى علي بن الحسين السجاد مكبل يتكئ على عصاه، فقال له يزيد: يا علي، هذا ولدي خالد، هل تستطيع أن تصرعه؟ فقال له السجاد: إني عليل ومكبل، ولكن إن كان ولا بد أعطه سكين وأعطني سكين، إن قتلني لحقني بآبائي، وإن قتلته لحقته بآبائه. فقال يزيد: تلك شنشنة أعرفها من أخزم، فالحية لا تلد إلا حية، والأسود لا تلد إلا أسود. فقال له الإمام: امشبق بس شور علق بالحبرة، فك جفوف رأسا تسمع السطرة، إذا يهفت الموقد لا تأمن بيه، من تسحب عباته تطلع الجمرة. إذا